صاحب الدباب هذا كان يحاول يقطع تقاطع السيارات لكن بدون مقدمات. خش عليه واحد بسيكل وحتى ما كان يطالع لما لف يمين، وما بتصدقوا العذر اللي قالوه صاحب السيكل. What the f you doing, dude? These fucking bikers, man, they don't know shit. Dude, you can't come out like that. You're right there in the left lane. You can't pass me on the right. Yeah, because you came out. You can't pass me on the right going straight. You cannot pass me on the right going straight. Dude. You got a camera. Yeah, that's right. Yeah, you can't pass me on the right going straight, man. You gotta go right. You gotta wait for me. You gotta wait for me, man. You can't pass me. You came in front of me. Dude. I'm going faster than you. Dude. You cannot come here when I'm coming up behind you. You have to stay here. This is where cyclists stay. You were not here. You were here. This is one lane. You were there here. There is no this side or that side. This is one lane. I'm a vehicle. You have to stay behind me. صاحب السيكل يقول بما انه هو يعتبر مركبه المفروض الدراجه الناريه ما يتجاوزوا من الاساس، بينما صاحب السيكل قطع الاشاره في التقاطع اللي فات، مع اني احب الدراجين وانا واحد منهم، بس معليش اللي يوضح لي انه الغلط 100% على صاحب السيكل. Dude, you're gonna go on YouTube because of this shit. Because you want to argue about this shit. Dude, I don't give a fuck if you put me on YouTube. What I'm gonna do is I'm gonna go take a picture of your license plate. Yeah, okay, you go ahead, do that. I will. Go ahead, right now. Go ahead. Go right ahead, come. This kid's arguing with me about it. You're completely wrong, man. How am I wrong? On the right. Dude, he cut me off. Go past someone on the right. I'm not trying to stop. Fuck, you're just an idiot driving. وصاحب الانترا هذا صدقوني ما حيهرب بعد ما عبى سيارته فل، لانه عامل المحطه الحين صار هو لازم يدفع قيمه الفاتوره. أنا طبعا قلت إنه ما بيهرب، لكن يوضح بالمقطع إنه قد هرب، بس وين بيهرب من رب العالمين؟ حق العامل بإذن الله محفوظ وموجود سواء في الدنيا أو بالآخرة. يا عيال أقسم بآيات الله العظيم والله ما بتنفعكم. عبى ب150 راي كامري فجر. يا أخي وش ذنب الضعيف هذا؟ أقسم بآيات الله ما بتنفعك. لا الحين تمشي تحت جنة ولا تريلا وتفرمك. يا أخي أقسم بالله ان الحركه دي انها ضعفت نفس وانك ضعيف نفس. لكن شوفوا صاحب الكيا هذا اللي برضه عبى فل وهرب وعمل المحطه كان ناوي ياخذ حقه على هيئه اتلاف البدي بالقمع اللي شحط فيه سياره الرجال. وهذا الرجال كان ماشي بسرعة 80 كيلو داخل حارة، وهذا إلينا استقبل واحد من سكان هذا الحي، ولا أحكيكم عن الاستقبال اللي استقبلوا فيه. الرجال حرفيا رمى قارورة موية على سيارته، ليش طيب؟ بس لأنه كان مسرع، لكن شوفوا بالنهاية الموقف اللي صار. طب ليه ترمي؟ طاير ليش طيب؟ لا تسب الحارة تمين طيب وهذا المقطع مصور في المكسيك، اللي المصور كان يتكلم عن هذا المطب اللي انحط جديد في الشارع اللي ما عدى عليه اسبوع، وحوادث السيارات عند المطب وصلت بالمئات. وجهزوا انظاركم يا جماعه الخير، لانه الشيء اللي شوي واوريكم مستحيل تشوفوه يصير بالحقيقه، لانه هذول الثلاثه اشخاص طاحوا في لحظات كانت من اندر المواقف اللي يمكن انها تصير لاي انسان. اندر من باكج امبابي بفيفا يا رجل، اندر من فرصه انه ينسايز يطلع وجهه، اسعاف يعبي في محطه بنزين، لا 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 مستحيل، هذا لا يحدث. يا عيال اسعاف، يا عيال اسعاف يعبي ايس كريم، وش دي المعجزة؟ يا عيال اسعاف والله. هو طبعا الرجال قصده يعبي بنزين، حتى من قوة الفجعة كلج. شوفوا لأي درجة هذا الشيء نادر تشوفه. وتعرفوا كمان ايش أندر من الإسعاف بمحطة بنزين؟ سيارة مرور وإسعاف بنفس المحطة. وأنا من خلال بحثي وتدقيقي في المزايا اللي صارت تنحط في السيارات الجديدة جبت لكم بدون منازع أسوأ 7 مزايا شركات السيارات صاروا يحطوها في السيارات الجديدة. وأول ميزة أو اللي شركات السيارات يقولوا إنها ميزة اللي هي أزرار اللمس اللي صارت مالية الطبلون. المشكلة فيها إنك لو تحاول تعلي أو تخفض الصوت فجأة تغير درجة حرارة المكيف بالغلط، تطفي الراديو وتفتح الشنطة بالغلط. ولا احكيكم عن آلية تغيير النمر في سيارات تسلا. اقول لي ايش هذا؟ طيب هذا كله كوم، اذا الشاشة علقت ايش اسوي؟ اوكي هي شكلها كول، لكن برايي استخدامها اسوأ من مسجل الكاسيت حق زمان. لكن الميزة الثانية الاخص اللي هي فتحات الاكزوز المزيفة، لانه في كثير سيارات جديدة على راسها مرسيدس واودي خاصة صاروا يحطوا فتحات عادم كبيرة، لكن اذا تدقق داخلها بتحصلها بلاستيك، وانبوب الاكزوز الحقيقي يكون اصغر ومخفي من تحت السيارة. اوكي هو صح شكلها يعطي طابع رياضي، لكن عمليا ما لها اي فايدة. والشركة
الشركات يسووا هذا الشيء لانه ارخص في الانتاج، لكن الموضوع يصير اسوأ في المرسيدس AMG GT 63S اللي قيمتها من وكالة مرسيدس 750,000 ريال. لو تطالع فيها من تحت بتحصل انه فتحات الاكزوست حقتها مزيفة. لكن الميزة الثالثة اللي اسوأ منها بمراحل هي فكرة انه بعض الشركات تضيف اصوات محرك مسجلة وتطلع من سماعات، بحيث انه الحين سيارات زي الجولف GTI، الموستنج ايكو بوست، BMW i8 وال718 بوكستر وحتى الGR86، هذه السيارات تطلع اصوات مزيفة لماكينة السيارة، وهذا باستعمال سبيكرات. اوكي هذا الشيء يعطي احساس رياضي في السواقه لكنه مزيف فيك، فاهمين علي؟ وغير كذا تلغي الاحساس الميكانيكي الحقيقي. والميزة الرابعة هي اشتراكات BMW الشهرية، لأنه يتخيلوا BMW جالسة تحاول تخليك تدفع اشتراك شهري عشان تستعمل مزايا قدها موجودة في السيارة، زي مثلا تدفئة المقاعد، الحفاظ على المسار وكذا. بس تذكروا هذا بالرغم إنه الميز هذه قدها موجودة في السيارة أصلا، لكن يخلوك تدفع عليها اشتراكات شهرية. دقيقة، أساسا هذا ما هي ميزة، أنا ما أدري إيش فيني قاعد أقول إنها ميزة. الفكرة كانت مجرد قفل برمجي من الشركة، لكن هذا الشيء ما يضيف أي تقنية، بالعكس يعقد حياة المالك ويحسسك إنك ما تمتلك سيارتك. والميزة الخامسة إنه بنسبة 60% من السيارات الجديدة صار ما يجي معاها استبنة بحجة تخفيف الوزن وتحسين استهلاك الوقود، ويحط مكانها علبة إصلاح أو فلين. هو شوفوا من ناحية الوزن فهو فعلا أخف، يعني من 10 إلى 18 كيلو تقريبا، لكن بالمقابل لو الكفر انشق وأنا بطريق سفر يلا خلي خفة الوزن تفيدك الحين، لكن على الأقل بقدر أرفع عن نفسي شويتين بالشاشة اللي بنص الطبلون عبال ما يجينا سطحة. واللي نقولنا للميزة اللي بعدها اللي هي الحين كثير سيارات صارت تحط شاشة بحجم 50 إنش بدل ما يكون فيها أزرار في الطبلون، وعشان مثلا تفعل ميزة تسخين المقاعد لازم تقعد تلفلف في 20 قائمة عشان توصل، وهذا يزيد الضغط الذهني على السواق ويشغله اكثر وهو يسوق. والدراسات اثبتت انه الازرار اسرع من اللمس، يعني بيئة الاستخدام صارت اسوأ مو احسن. وقبل ما ننتقل للميزة اللي بعدها حبيت انوه انه 76% من الناس اللي يتفرجوا مقاطعي مو مشتركين في القناة، وبما انك وصلت لهذه الدقيقة ففي الاغلب انه الفيديو عجبك، فلذلك اضغط زر الاشتراك وساعدنا ننقص من هذه النسبة. والميزة الاخيرة هي الفتحات الوهمية، لانه في سيارات رياضية وحتى مو رياضية كثير بتحصل فتحات في الشمعات او الجوانب وحتى الخلف، لكنها كلها مسكرة من الداخل، ما تبرد الفرامل ولا تحسن الديناميكية الهوائية، وحتى احيانا العكس تسبب اضطراب بالهواء وتزيد مقاومة السحب، يعني كلها منظر من دون اي فايدة. وشايفين السيارات الهابطة اللي زي هذه يسموها ستانس، لكن عشان تحصل على هذه النزلة في السيارة احيانا تضطر تعرض الرفارف، وهذه المهمة بالذات يمكن انها تكون جدا صعبة وجدا سهل تجيب العيد فيها، لكن في حركة جدا مشهورة يسووها المطفرين واللي ما يبغى يوجع راسه بكل بساطة جيب انبوب وارجع ريوس ويدعي انه الرفارف ما تنكسر، لكن اذا قررت تسويها لو ايش يصير الله يخليك لا تخلي الشخص هذا يفزع لك. Go forward, looking good. Keep coming. Keep coming. Hi. وبس حقيقي شكرا على المشاهدة، واذا ما اكتفيت بهذا القدر من المقاطع تقدر تضغط على هذا الفيديو اللي طالع على الشاشة وتستمتع اكثر. وبس سلامتكم.